انا يوم من الايام ابويا ما كانش لاقي ياكل، واختك كانت فقيره برضه، ودلوقتي هي تملك اكتر من نص فلوس ابويا اللي انا ما املكش فيها نقطه في بحر فلوسها. هي دي الفروق اللي انت قصدك عنها؟ لا طبعا مش قصدي كده، انت فاهمه قصدي كويس. قصدك الفرق ما بينك وما بين اي راجل اول حاجه هيسمعها عني ان انا كنت مصاحبه واحد تاجر مخدرات وبنات وحملت منه من غير ما اتجوزه، وكان بيضربني وبيهني، ورغم كده سمحت لنفسك انك تحبني وعملتني بقمه الاحترام. انا بشوف ده في لمعة عينك. انا بقيت احب نفسي من نظرتك ليا. ياه. يعني قصدي يعني هو ينفع انت كمان تحبيني؟ لا ما ينفعش. انا قلت كده برضو. انا ما ينفعش غير ان انا احبك واحترمك واموت فيك بس. طيب هو مش دايما بعد الكلام الحلو ده بيبقى فيه حضن؟ نفسك. معلش بقى ايدي مكسوره. قلقتني قوي يا يحيى. ايه الموضوع المهم اللي عايز تكلمني فيه؟ في الحقيقة يا طنط أنا لا 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 لا، كده هزعل منك قوي. ليه؟ ايه حكايه طنط دي؟ قول لي على طول يا ماما. قصدي يا ماما طبعا. أنا مكسوف من حضرتك قوي ومش عارف إزاي حصل كده. مكسوف؟ مكسوف من ايه يا حبيبي؟ تكونش عايز فلوس؟ لا فلوس إيه؟ الفلوس دي مفيش أكتر منها، بس النفس اللي تصرف. يا سبحان الله، اخدتها من على طرف لساني. انا دايما اقول القرش بقى ملوش اي قيمه. ما هو ده اللي جرأني وخلاني عايز أقرب منكم أكتر. عارفة يا ماما عواطف، أنت عمرك ما حسستيني في يوم من الأيام إنك بتحبيني لأني غني. واللي ملاحظ إنها ورثت منك موضوع القناعة والزهد ده هي هالة. هلا بنتي مش كده؟ اه ماما، انا يسعدني ويشرفني جدا اني اطلب من حضرتك ايد هالة. هو الحقيقه انت فاجئتني خالص. يا خبر، مش عارفه الحقيقه، مش عارفه اتكلم ولا اتلم على افكاري. انا الحقيقه لما يعني عاملتك على انك زي ابن ياسين، ده عشان اخلاقك الحلوه يعني. لكن عمري ما فكرت ابدا. لو طلبي ده ضايق حضرتك او هيخليكي ما تفضليش معتبراني اني ابنك، انا مستعد اصرف نظر فورا. لا لا تصرف ايه؟ والله واعتبري اني ما قلتش اي حاجه. لا ازاي ما قلتش؟ لا ده انت قلت بقى. ولا انت يعني عايز ترجع في كلامك؟ بقول خير البر عاجله. نقراها. هي ايه نقرا الفاتحه دلوقتي؟ يلا يا حبيبي يلا. انا عارفه القعده دي دمها تقيل قوي على قلبي، بس معلش بقى، شر ولابد منه. كانت لازم تحصل. انا طلبت منك نتقابل عشان لو كنت استنيتك انت تطلبها كنت هستناك العمر كله. مش لاقي كلام ارد بيه عليك يا بسمة. ترد ولا تعتذر؟ انا مش هضحك على روحي ولا عليك ولا ههرب من الحقيقه. انا عارف ان انا سببت لك الم وزعل كتير، بس ورحمه امي انا عمري ما قصدت ولا اتعمدت ان انا اعمل فيكي كده. زي السواق الاطبش اللي بيلوش بني ادم معدي في الشارع، ما كانش يقصد يعني. بيسموه قتل خطأ باين، مش كده؟ ما هو حتى لو السواق مش قصده، النتيجة واحدة. البني ادم اللي اتلاش ده مات. انت كمان ما كنتش تقصد يا حمدي، انت قتلتني. كل حاجة كنت بحس بيها جوايا ماتت. انا بطلت احس، حتى واحنا قاعدين اهو انا مش عارفة انا حاسة بايه. بسمة، في حاجه بيني وبينك اتكسرت. حاجات وانت الصادق. بس مش انا بس اللي مسؤول عن اللي حصل ده، احنا الاتنين مسؤولين. لا انا مش مسؤولة، انت لوحدك اللي كسرت كل حاجة. انت اللي زمان فهمتني ان انت كنت بتحبني. انا ما فهمتكيش، انا حبيتك بجد. انت اللي كنت هتتجنن لو قلت لك نبعد عن بعض. انت اللي استغليت ضعفي
انت اللي خفت من اختك فاتجوزتني، انت اللي خنتني وانا لسه عروسه، انت اللي نزلت اللي كان في بطني. انت اللي رميتني زي اي جزمه قديمه عندك مستغني عنها. انا في وقت معين كنت كل اللي عايزه منك ابتسامه رضا وكلمتين اتنين: بحبك وما تقلقش. انت لسه بتبرأ نفسك؟ انت عايز تشيلني انا مسؤوليه فشلنا؟ انت ازاي عرفت تشوف نفسك حلو وبريء قوي كده بعد كل اللي انت عملته فيا؟ ايه الافتراء ده يا اخي؟ انا لا عايز اشوف نفسي حلو ولا بريء. ولو عايز مش هتعرف، عشان انت وحش قوي وبياع قوي وغدار قوي يا حمدي. عموما انا عشان ما اطلعش من الجوازه دي خسرانه الجلد والسقط حسبتها بالورقه والقلم. انا قبضت قرشين مهر حلوين قوي، وبقى عندي لبس وصيغه وشقه مكتوبه باسمي، ولسه هتدفع لي المؤخر الكبير قوي اللي انت كاتبه على نفسك، اللي ما يجيش نقطه في بحر في ثروه اختك، بس هاخده برضو على داير مليم. ولو في اي مصاريف او نفقه هتدفعهم لي كلهم، وهو اللي يجي منك احسن من عينك. وانا تحت امرك في كل اللي تطلبيه. لا راجل قوي، اللي يسمع كده يقول هتحط ايدك في جيبك تدفعهم لي، ما كله من فلوس شربات. طيب انا ماشي بقى، عشان لو قعدت كلامك وردودي هيعورونا اكتر واحنا مش ناقصين. استنى، ارمي عليا يمين الطلاق قبل ما تمشي دلوقتي، في عدم وجود اختك واخويا، عشان نخلص، احسن تخاف ترميه قدامها وترجع تغلط نفس الغلطة تاني ويجبروك تعمل اللي انت مش عايز تعمله. ارمي عليا اليمين دلوقتي يا حمدي. قولها بقى وما تصعبهاش اكتر من كده، انا في عرضك. انتي طالق يا بسمة؟ نعم. وانا ايه يا عواطف طرطور تقري فتحة بنتي من غير ما تقولي لي؟ الله، جرى ايه توفيق؟ خضتني وانا عملت عامله ولا ايه؟ الولد قعد معايا وقال لي والله يا طنط ما انا ماشي الا لما تقري معايا الفاتحه. قريتها. قريتها؟ ازاي تقريها معايا يا ماما؟ تقولي له ليها اب ليها اخ ولا احنا ملاش راي هنا؟ اتنهل والنبي، من امتى لك راي يا ابو راي انت كمان؟ ايه يا ماما؟ ازاي يعني تقروا فتحتي من غير ما ابقى موجوده؟ ايوه يا حبيبتي، ما هو طالع من عينك. امال يا اختي عماله تقلبيني وتقشطيني عشان تشتري هدوم، بتلبسيهم لمين؟ طب ايه رايك بقى ان انا مش موافق، والفتحة اللي قريتيها دي ما تنفعش الا لما انا اوافق؟ لما انت توافق. جرى ايه يا توفيق؟ مالك عمال تتأمز وتتلمس كده يا اخويا؟ اقرع ونوزه اهي. عمرك كنت تحلم بعريس زي ده لبنتك؟ ده عنده فلوس بقى تقلك انت.